كلنا زهقنا من الوصفات التقليدية بتاعت الفراخ، نسلق ونحمر. لا، النهارده هعمل لك طريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد وقت معاكي كمان في المطبخ. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الفراخ بصوص الديمجلاس، طريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك، ولو اول مرة تشوفي قناتي انا حنان سرحان انزلي دوسي على زر اشتراك وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي. هنعمل النهارده مع بعض الفراخ بصوص الدمجلاس. هو مش صوص الدمجلاس ده هو للحمه، لا وكمان للفراخ. اللي انتوا شايفينه بقى ده قدامكم اللي هنتبل بيه الفراخ بتاعتنا عصير بصلايه او ميه بصلايه مع طماطمايه. جبت البصله والطماطم ضربتهم في الكبه وصفيتهم، وبعدين هحط عليهم عصير ليمونه كامله. خلاص، بس هي دي كده المكونات السائله اللي هحط التتبيله بتاعتي فيها. احط بقى التوابل بتاعتي: فلفل اسود، ملح، وهحط بهارات شوي للفراخ. بهارات الشوي للفراخ دي بتدي طعم حلو قوي للفراخ. تمام، احط منها معلقه كبيره كده، يعني انا هنا حطيت معلقتين صغيرين، يعني كمان على حسب الفرخه. انا هعمل هنا فرخه ونص، فحطيت معلقه كبيره كده مليانه وشويه. وحطيت كمان معلقه صغيره بابريكا علشان تدي لون حلو معايا. هي دي كده تتبيله الفراخ بتاعتي. هقلبهم كويس قوي، والتوابل هتدوب في عصير البصل والطماطم وهتدي طعم حلو قوي. طبعا انا من قبلها غسله الفراخ بتاعتي كويس قوي ومصفياها زي ما قلت لكم كالعاده. بحاول اكد عليكم على المعلومه دي لان المعلومه دي بتفرق كتير قوي يا بنات في طعم الفراخ. تكون مصفيه الفراخ كويس قوي وتكون ناشفه عشان لما اكون منزله عليها التتبيله تمسك كويس فيها قوي وتشربها كويس. لكن لو عليها ميه مش هتشرب التتبيله زي ما انتي متخيل. هقلب كده التتبيله دي وهسيب الفراخ نص ساعه ساعه، مفيش اي مشكله خالص، وابدا اشتغل فيها. الاكله دي ما بتاخدش وقت نهائي. خلاص، وعايزه اقول لكم كمان ان الجريل اللي انا بشتغل فيها دي ممتاز. طيب، هو ينفع اشتغل في اي حاجه تاني؟ ينفع تشتغلي في اي حاجه تاني، بس انا بنصح اي حد حابب ان هو يشتريها بيفكر ان هي كويسه ولا لا. هي ممتازه ممتازه بجد. تمام، لكن تقدري تعملي في صينيه لها غطا، في طاسه لها غطا، مفيش اي مشكله خالص. هبدا هنا اسخن الجريل بتاعتي وانزل فيها بالماده الدهنيه. انا نزلت فيها بسمنه وزيت او زبده وزيت زي ما انت عايزه. هتنزلي برضو وتحمري الفراخ او تديها صدمه من الجنبين. المهم ان هي ما تنزلش الميه بتاعتها وتديها لون يكون حلو. كده كده الصوص الدمجلاس بيبقى لونه بني غامق، فهيدي لون حلو قوي زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو للفراخ. بصوا كمان الطاسه بتاعتي او الجريل بتاعتي ما فيهاش بقى نوع ميه خالص. طيب هبدا اسويها ازاي؟ هبدا اسويها بكوبايه ميه واحده بس، يعني انا مش هحط اكتر من كده لان هي هترجع تاني لها مرحله هتستوي فيها. وعايزه اقول لكم ان كوبايه الميه دي سوت الفراخ كويس قوي، لان الجريل دي بصراحه بتبقى محكمه الغلق، فبتبقى كأنها كده زي حله الضغط، بتضغطها وبتستوي فيها كويس قوي. بصوا بقى، ده صوص الدمجلاس اللي انا كنت استخدمته معاكم قبل كده في الستيك. هو زي ما قلت لكم كده مش للحمه بس، لا كمان طلع للفراخ. انا حطيت هنا بقيه الكيس في كوبايتين. هو عموما الكيس كله او مكتوب على الكيس ان هو بيتحط في نص لتر ميه. تمام، هتحطيه في نص لتر ميه وتدوبيه في ميه بارده، مش ميه سخنه ولا حاجه، عشان ما يكلكعش منك ويدوب كويس. خلاص، ولما الفراخ بتاعتي تشرب التتبيله يعني تشرب الميه بتاعتها وتستوي، هبدا انزل بصوص الدمجلاس عليها. خلاص، عايزه اقول لكم ان صوص الفراخ دي تقدري تقدميها مع مكرونه عادي، تقدري تقدميها مع رز زي ما انت حابه، وممكن تتاكل كده بالعيش زي برضو ما انت حابه. بصوا خلاص، هنا الميه تقريبا كانت يعني اتشربت كلها، ما كانش فاضل غير حاجه بسيطه. نزلت بقى هنا بصوص الدمجلاس وهستنى لغايه لما يغلي. طبعا الصوص بيبقى خفيف زي ما انتوا شايفين كده في الاول. عايزه اقول لكم ان طبعا الصوص ده ممكن تزودوه بشويه لبن، تزودوه بشويه كريمه لباني زي ما انتوا حابين، بس انا فضلت ان انا اسيبه كده اولا منها تبقى الموضوع اقتصادي. يعني بصوا انا بوريكم هنا ان الصوص سايل خالص، وبعد كده هيتقل معايا لما تيجوا تشوفوه في اخر الفيديو. تمام، بيدي طعم الفراخ مميز قوي. اصلا اللي بيحب صوص الدمجلاس او بيحب صوص البني بشكل عام يعني هيحب جدا طعمه كمان مع الفراخ. كمان الصوص الدمجلاس ده بيتقدم مع الفراخ البانيه، هنعمله مره مع بعض ان شاء الله. بصوا بعد ما بيغلي صوص الدمجلاس ببدا اقلب قطع الفراخ. هي شربت من الناحيه التانية، ببدا اقلبها. بصوا انا عايزه اوريكم، شفتوا انتوا اللون بتاع الفراخ بقى عامل ازاي من الصوص بس؟ فتخيلوا بقى شويه كمان يتقل والفراخ كلها هتبقى عامله ازاي. عايزه اقول لكم ان الطعم خطير يا بنات، بجد جربوه.
طبعا صوص دمجلاس موجود في اي مكان، يعني سوبر ماركت، عند العطار، تقدري تجيبي من اي ماركه، مش شرط الكيس اللي انا وريتهولك. تمام. بس انا يعني ده طعمه حلو فعجبني. وجربت منه كذا يعني تتبيله لكذا حاجه، هتشوفوها برضو معايا في فيديوهات جايه. انا كده خلاص، كان خد غلوه بقى تانية على الوش التاني، وهبدا هنا اغرف مع الرز زي ما بقولك كده، ممكن يبقى مع المكرونه. لو حابة بقى ان انت تقدميه مع المكرونة كمان، ممكن تزودي الصوص شوية بتاع الدمجلاس، علشان تحطي الصوص نفسه على المكرونة. انتوا فاهمين قصدي؟ هيبقى طعمه حلو قوي قوي. لكن احنا هنا في البيت بنحب، يعني نصنا بيحب الرز ونصنا بيحب المكرونة. شايفين بقى كمان يا بنات شكل الفراخ عامل ازاي؟ بصراحة تحفة. كمان الصوص بتاع الدمجلاس روعة. شايفين لونه عامل ازاي؟ اللمعة عاملة ازاي؟ بجد حلوة قوي. ان شاء الله هحاول اشوف لكم وصفات كتير للفراخ تبقى بطعم جديد، علشان ما يبقاش زهقانين كل شوية كل شوية من الفراخ المسلوقة. عايزه اقول لكم كمان ان الفراخ دي مستويه حلوه قوي، يعني كمان يكاد تكون ان هي مستويه اكتر من الفراخ اللي بتتسلق اصلا في الشوربه، مع ان احنا ما حطينا لهاش ميه كتير، ولكن فعلا فعلا هي استوت، علشان الجريل اللي كان فيها وكمرها وخلاها تبقى مستويه منها فيها. فطبعا مدي طعم احلى كتير كتير من ان هي بتتسلق في الشوربه. تمام. ان شاء الله لو عجبكم الفيديو او نوعيه الفيديوهات دي نكررها، ونعمل وصفات جديدة ومتنوعة للفراخ. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتشيروا مع اصدقائكم، واشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.